ناس كتير منكم نفسها تشوف قناة من قنواتي اللي انا شغال بيها في اليوتيوب اوتوميشن، وعشان كده انا جاي النهارده هوريك القناة والمحتوى اللي قدرت من خلاله اعمل اكتر من $5000 في شهر واحد. مش بس كده، لا ده انا كمان هعرفك ازاي قدرت اعمل ده. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل دي كلها، تعالى اخدك معايا لفة واوريك ادي دي القناة طبعا زي ما انتم شايفين. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، تعالى اعرفك ان انا عامل نظام تدريبي مقسم الى 3 اشياء عشان يخلوك فعلا قادر انك تنجح في اليوتيوب. لايف كل اسبوع، كل يوم جمعة في لايف بنحل فيه المشاكل اللي بتواجهك. مش ده بس، رقم 2 بيكون في تواصل بيني وبينك بشكل مباشر، بنحل كل المشاكل اللي ممكن تواجهك وبساعدك في ازاي تتخطاها. رقم 2 وده الاهم طبعا، هي فيديوهات مسجلة بشكل دوري بتتحدث طبعا الفيديوهات دي بشكل كورس، يعني انت كل شيء متوفر ليك عشان تنجح في مجال اليوتيوب اوتوميشن. فيلا بدون كلام كتير، طبعا لو عايز تتاكد من النتائج خش على جروب التليجرام، هتلاقي نتائج كتير جدا لاشخاص الحمد لله بفضل الله محققين ارقام محترمه جدا جدا. انا عندي شخص محقق 11000 ساعه مشاهده من فيديو واحد، عندي شخص تاني لسه مفعل قناته النهارده، والقايمه طويله وكبيره جدا. فيلا بدون كلام كتير ندخل على طول في فيديو النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين القناه اللي قدامكم دي جايبالي في شهر نوفمبر 1,200,000 مشاهده، وطبعا جايبالي اكتر من $5000. تعالى كده نخش هنا على السيتنجز وهنخش بكل بساطه. طيب تعالى نخش على السيتنج وهنخش بكل بساطة على الدولار. طبعا زي ما انتم شايفين لو جيت غيرت العملة لأي دولة تانية وليكن بيزو أوروجواي، هنلاقي ان الفلوس بقى زي ما انتم شايفين 205. فلكن انا بوريك الكلام ده عشان تبقى واثق ومتاكد من الكلام اللي انا هقوله لك ان هو كلام حقيقي 100%. طبعا زي ما انتم شايفين 1,200,000 مشاهده ومحققين $5171. طيب تعال نشوف نتفرج على اعلى الفيديوهات اللي حققت لي ربح، ومن ثم نتكلم بقى ايه هو النيتش ده وازاي قدرت اعمل المحتوى ده وكل شيء انت عايز تعرفه. طبعا زي ما انتم شايفين ده فيديو جاب لي 178,000 مشاهده، محقق $825. بنتكلم الار بي ام حلو ممتاز جدا جدا، بنتكلم على حوالي يعني $5 اللي حاجات بسيطه. طيب هل ده بس؟ لا، تعالى كمان نشوف الفيديو اللي بعده. زي ما انتم شايفين $118 و118,000 مشاهده، جايب لي $628. الار بي ام كام يا باشا؟ الار بي ام $5.30. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو اللي بعد كده هو $509 في 132,000 مشاهده. طبعا زي ما انتم شايفين $3.85 الار بي ام. طيب تعالى كمان نعمل ريفرش كده الجميل بتاعنا عشان الناس تطمن وتتاكد ان احنا مش مفيكين، وطبعا ده حقهم لان في ناس كتير جدا 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 في المجال بتعمل ارباح فيك وبتنشرها عشان تبيع عليها كورس. انا عارف ان الكورس بتاعي هو كورس في الاول والاخر، ولكن هو نظام تدريب مش كورس، وغالي. وده غالي لان المعلومات والدعم اللي انت بتاخده مش زي الكورس ابو 1000 جنيه ولا 1000 ونص ولا حتى 2000 جنيه اللي بيكون فيه مجموعة فيديوهات مسجلة. انا بكل سهولة اقدر ان انا اجيب شخص يمسك لي الدعم وهو يرد على استفسارات الناس، ولكن للاسف مش هتستفاد اي شيء. ولكن التواصل معايا بيبقى بشكل شخصي لكل الناس اللي موجودة معايا في نظام التدريب، لان نجاحك من نجاحي. فيلا نكمل بقية الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين ارباحنا الحمد لله حقيقية بدون اي فيك نهائي. 119,000 مشاهدة، $430 أرباح، والار بي ام زي ما انتم شايفين $3.60، وده يعتبر أقل ار بي ام في المحتوى اللي احنا هنتكلم عليه. وزي ما انتم شايفين دي قناة من قنوات المنافسين، يعني قناة واحدة تعتبر من أهم وأكبر القنوات في قنوات المنافسين. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله يعني قناة منافس بتجيب ملايين ملايين المشاهدات أسبوعيا، مش هقول لك شهريا، ولكن قناة هي قوية وتقيلة جدا جدا. طبعا لو جاي دخلنا بصينا على محتوى، هو محتوى بيتكلم على الأخبار السياسية بين كندا وبين أمريكا. وزي ما انتم شايفين كده القناة دي شغالة بقى لها قد إيه؟ القناة دي بقى لها شغالة بقى لها 8 شهور. أنا قناتي اللي أنا لسه مرة لكم شغالة بقى لها قد إيه؟ شغالة بقى لها 5 شهور. فمعنى كده إن تقدر تشتغل بكل سهولة على النيتش ده. طيب هيجي واحد منكم يقول لي طب انا مش فاهم انجليزي، ما بفهمش، مش مهتم بالمواضيع دي كلها، ازاي اقدر اعمل الفيديو؟ ازاي اقدر اكريت فيديو بالمنظر ده وبالكواليتي اللي موجوده قدامكم دي، بل وكمان افضل؟ فانا النهارده جاي اشرح لك اداة انا بستخدمها ولكن مش في كل قنواتي. وطبعا الاداة اللي هوريها لكم دلوقتي دي هي اداة مكلفة فلوس، أداة قوية بمعنى الكلمة، أداة لو أنت عندك قناة فعلا أجنبية بتدخل لك دخل وشغالة في إنك تستثمر في قناتك وتشتغل بالأداة دي، فعلا فعلا هتعمل لك كونتنت يعني جامد جدا جدا. ولكن لو أنت شخص لسه بتبتدي، ففي موجود معايا في نظام التدريب
كل الشروحات البسيطة اللي انت مش محتاج حتى تصرف عليها مجرد سنتات بسيطة جدا او دولارات بسيطة جدا جدا عشان تقدر تشتغل وتعمل كونتنت احترافي وكونتنت كويس جدا جدا. ولكن تعال نبص على الأداة اللي معانا. الأداة اللي معانا هي اسمها فيدرش. أنا أتحدى إذا كان في أي حد سبقني قبل ما يعمل الفيديو على المنصة دي. وده ليه؟ ده لأن الحمد لله بفضل الله كنا من أوائل الناس اللي جالهم ايرلي اكسس. يعني ايه؟ يعني احنا كنا من اول 500 صانع محتوى تم دعوته على فيديو رش او فيدرش. كنا الحمد لله من اول 500 واحد. ولكن دلوقتي يعني الموضوع ممكن يكون محتاج منك شوية جهد ووقت عشان تقدر تدخل في فيدرش. ولكن لو عايز تدخل اقدر اساعدك ان شاء الله ان انا اعمل لك يعني دعوة او انفيتيشن تدخل تشتغل فيه. فيلا بينا ندخل في تفاصيل الموقع. اولا كده زي ما انتم شايفين الموقع ده هو موقع خيالي. تعال اوريك فيديو من الفيديوهات اللي هو عملها لي ونشوف المحتوى نفسه بيطلع ازاي وبيبقى عامل ازاي. طبعا زي ما انت عارف الاداة دي مختلفة اطلاقا لان في انفيديو وفي ادوات تانية جدا قذورات وزبالة بمعنى الكلمة. ولكن انت عندك هنا فيدرش هو اداة فعلا 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 جهنمية. أداة جهنمية. تعال نبص على لقطة من اللقطات اللي موجودة مثلا معانا في الفيديو. U.S. officials announced that Canada's Prime Minister had quietly surrendered on Arctic policy. The White House pushed the story fast as Ottawa stayed silent. But what were the real stakes? Debunking this narrative wasn't just about pride. It could reshape North American power. So what happened inside that critical vacuum? Scott Bessent, the United States Treasury Secretary, appeared on Fox News just hours after the call between President Trump and Prime Minister Carney. He delivered a message that raced through the headlines. Bessent. فأنا بتحدى إذا كان في أي أداة من الأدوات المشروحة في المحتوى العربي أو حتى الأجنبي بتوازي أداة فيدرش. لو في عرفني. بس طيب إزاي بقى قدرت أعمل الفيديو ده؟ بكل سهولة. هروح هنا على الأداة، هروح على اي منافس بقى انت تقدر تبحث وتجيبه. عندك اي منافس، كل المنافسين اللي موجودين دلوقتي قدامك هم كبار وتقال جدا. هروح داخل واخد وليكن عنوان الفيديو او انا هاخد عنوان الفيديو واروح على فيدرش وهقول له والله بص انا عايز اعمل الفيديو يبقى دوكيومنتري. مدة الفيديو يبقى مثلا انا بحدد المدة زي ما انا عايز. طبعا كل ما المدة بتزيد كل ما بيكون اغلى. وممكن اخد اللينك كله بتاع الفيديو واروح هنا في فيدرش واقول له باست، يعني لا مش باست سكريبت، اقول له اخد السكريبت واضيف النص وهو يبتدي يستخدم النص ده في ان هو يعمل لي جنريت لفيديو جديد برؤية جديدة خالص مختلفة. طيب تعالى هنا ندوس على كلمة مانوال. بيقول لي هنا يعني اتاتش ريفرنس فيديو، يعني اضيف له ريفرنس فيديو. هضيف الفيديو اللي انا لسه واخده دلوقتي من المنافس طبعا زي ما انتم شايفين، واقول له هنا كرييت بقى دوكيومنتري فيديو اباوت كذا او اعمل لي فيديو على كذا. وخلاص بعدها ببتدي بقى يحضر لي حتى الصورة المصغرة بتاعت الفيديو. بيعمل لي كل شيء من A to Z، كل شيء خاص بالفيديو هو بيعمله لي. طيب الفيديو عشان ما يطولش مني اكتر من كده لان خلاص داخلين في 9 دقايق. ده كان كل التفاصيل. الموضوع بسيط جدا. بترفع هنا الفيديو بتاع المنافس وبتكتب له هنا ان هو يعمل لك فيديو عن الموضوع ده. وبعد كده بيطلب منك قدام ان انت تختار الصوت وعايزه يكون حاد ولا ظريف، يعني مضحك ولا انت بتختار كل شيء انت عايزه. وانا اقسم لك بالله ان في ناس بتعمل الافات من الدولارات باستخدام الاداة دي في فيديوهات بسيطة جدا. في ناس اعرفها شخصيا بتعمل $2000 في الفيديو اللي بيخرج من اداة فيدرش لان هي فعلا اداة قوية وجبارة. والسكريبت اللي بيتعمل منها مش زي اي سكريبت بيتعمل من اي اداة ذكاء اصطناعي. فبس كده الفيديو كده لحد هنا يكون خلص. طبعا لو عايز تسأل على التدريب اللي انا عامله تقدر تكلمني على التليجرام وهتلاقي حد يرد عليك هيساعدك في كل شيء انت محتاج تعرفه. لحد هنا كده خلص الفيديو، فيا رب يكون عجبكم والسلام.